بعد انتقاد الصحفي المغودي للجامعة التونسية وطريقة تسييرها للمنتخب التونسي، بدل أخذ الانتقاد بعين الاعتبار والوقوف عن الأخطاء والتحديات ومراجعة حصيلة المنتخب، شن الإعلام التونسي هجوما على المغرب وقلل من احترام سيادة المغرب، بل أظهروا الحسد والكراهية المدفونة في قلوبهم. إليكم الفيديو فرجة ممتعة. في هذه القناة لن تجد مجرد أخبار عادية، بل ستكتشف تفاصيل لا ينتبه لها الكثيرون، وقراءات ذكية للأحداث قبل أن تتضح للجميع. كل فيديو هو محاولة لتقديم شيء مفيد مشوق ويستحق وقتك فعلا. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى، لا تتردد في الاشتراك وتفعيل الجرس حتى لا يفوتك أي جديد. يمكنوا لك كل الاحترام والتقدير. سيادة تونس خط أحمر. كي تحكي على المنتخب وتعدي دي ميساج بين السطور، تونس ما عندها شيء وتونس تعبة وتونس وتونس وتونس. حاب نقول لك حاجة، احنا فرحنا برشا للمنتخب المغربي الشقيق الباليالي مشينا، لكن راكم كنتوا تتعلموا علينا. راي تونس هي الأصل وانتم التقليد. راكم كنتوا كل شيء، احنا الاكزامبل الجميل عندكم انتم. اليوم فما برشا ظروف خدمتكم، لكن اليوم سيادة تونس نعاود لك راهي خط أحمر، وحتى واحد ما يعطي دروس. احنا مع المكتب الجامعي متاعنا ومع المنتخب متاعنا ومع سياسة دولتنا ومع رئيسنا قلبا وقالبا. الحمد لله عندنا رئيس جمهورية، احنا قمة في النظافة، قمة في الوطنية، قمة في الرجولية. لا يحبنا نبوسوا له يديه لا نبوسوا له مرفقه، لأنه سيد الرجال. احنا رانا نقريو الناس ما يقروناش. تونس راهي حكومة وشعبا حتى واحد ما يعطينا دروس، وحتى واحد ما يتدخل في شؤوننا الداخلية، وناكلوا بعضنا ونضربوا بالبنية مع بعضنا. اما وقت تحط ركايب رانا ما نعطيوش بعضنا. خايف في بالك انت تحب تغار على تونس قبلنا احنا، واللي يهمك مصلحة المنتخب قبلنا احنا. لا، احنا بلادنا ودمنا وروحنا وحياتنا لهذا البلد وهذا الوطن. اليوم رئيس جمهورية قاعد يبني في تونس حجرة مع رجالات الدولة ونساء الدولة، حجرة بنظافة. قيس سعيد ما باعش تونس، قيس سعيد ما حطش يده في يد الصهاينة. قيس سعيد رجل والتوانسة كل رجال. اليوم ما نستناو حتى واحد يحب يعدي دي ميساج باش يضربنا ويدخل فينا غنى أطرافين مشاركة المونديال، ليذهب المونديال للجحيم، لتذهب مباراة اليابان تونس ومباراة اليابان وهولندا واللي تحبتي للجحيم. سيادة تونس خط أحمر، ولذلك اللي داروا بالبلار ما يجيبش ديار الناس بالحجر. أيها الإعلامي المغربي، أشقانا المغاربة على رؤوسنا وعينينا، أما تبقى تونس هي الأصل والباقي تقليد. حتى نخسروا بشرف ورؤوسنا الفوق، ما نبعتوش وما نبيعوش القضيه العربيه. هما باعوا كل شيء باش يوصلوا للمستوى هذاك، نحن ما بعناش. احنا رانا عندنا اولويه الكرامه، هذا اولا. الحاجه الثانيه كان حبينا نوصلوا بين قوسين اللي وصلوا من غير ما نعطي عليه، ما نحدد معناها نقيمه. رانا عملنا سياسه الانبطاح والاستسلام لغيرنا، لكن فما نقطه برشا اللي احنا زاد قاعدين نروجوا لها احنا بنفسنا، نحكيو على ثوره وعلى استراتيجيه معناها ايجابيه في المغرب من ناحيه كره القدم. راهو هذا نقول لك وهم، لانه ما فماش حتى استراتيجيه غير البنيه التحتيه. صحيح فما تحسن في البنيه التحتيه المغربيه، لكن من ناحيه كره القدم وكان هما عندهم استراتيجيه وصلوا للنتيجه، راهم ما يجيبوش في اللاعبين من اوروبا ومن المزدوجين الجنسيه كما نسميهم، ولا يشريهم فيهم حتى بالفلوس. حتى على مستوى الايديسات والليفان نلقاهم الكل. ما نستناوش في دروس من حتى حد. نحن سباقين في كرة القدم، سباقين في كل حاجة، سباقين. هما تعلموا من عنا نحن. قد ما لعبت كرة مع المغرب ما نثبتش نهار خسرت مع المغرب انا برا والداخل. وفي نار 2001 يا اخوي حتى في الصغار وبعضنا ونعرفوا ونحبوا بعضنا وننقدوا بعضنا ونختلفوا مع بعضنا. السيد هذا انا اكد لك صاحبي، المغاربه ما همش موافقين على اللي قالوا بتاتا. اخويا من قلبي نحب المروك تخسر من كل اعماق قلبي. نحب الراحه تتعادل، تربح لا تربح تونس والجزائر،
تربح تونس والجزائر، من بعد ديك تربح المروك. اخر مره 2022 اخر مونديال وصلوا للدومي فينال، قريب يكتبوها في المريول نتاعهم. يا ودي دومي فينال ماهوش لقب، راه انجاز ماهوش لقب. واش تقول لي خل تعملوا تونس الساعه ولا الجزائر الساعه؟ هي حتى كان عملناه ماهوش لقب. 4 سنين عندهم يحكوا بها الحكايه، قلقوني بها. 1-0 فرحان انا 1-0 ما نديفيليش كاع، على بالك ما تشوفنيش كاع هكا زعما فرحان 1-0 وتخبط. يا اخو غير خبي راسك، باسكو المدافع اللي حنتيرهم هاد الخطره الله يجعل خير. ما باليش انها حطيح 11 مجاهد، مازال حنزيد نجاهد مازال. لا تنسوا الاشتراك في القناة، دعمكم يحفزني كثيرا لأستمر.